طاجين كفتة السمك ولا السردين بطريقة سهلة وبسيطة، وش نقول لكم على المذاق وعلى اللذة. يا سلام، رائع، أكثر من رائع، هائل. اقتصادي وبسيط، قديته بالخضر، مذاق يرجعك للطفولة، يرجعك للزمن الجميل، أيام اللي كانوا كنتجمعوا عليه في الطبلة مع العائلة ديالنا وتقدوا لنا الميمة ديالنا بطريقة اللي صراحة مليئة بالذكريات. غادي نبداو على بركة الله. قبل ذلك ما تنساوش لايك واشتراك بالقناة إلا عجبكم المحتوى، واحد الكومنتير تشجيعي باش حتى أنا نتشجع ونزيد نعطي. ومرحبا بكم بأي واحد انضم لنا جديد. هنايا بصلة كبيرة مشلضة أو لا شرائح، أنا قديتها شرائح. نتبع لها الجزر، درتو واحد الجزرة كبيرة، يعني نقيتها وقطعتها دوائر، استفتها في الطاجين. من بعد غادي ديروا 2 ديال البطاطس او على حسب الطاجين ديالكم والكميه ديال العائله اللي عندكم. درت حتى هي دوائر، تكون متوسطه ماشي رقيقه بزاف، متوسطه. هنايا كميه ديال السمك ديال السردين طحنته. هنايا واحد ربع كاس ديال الرز مطحون، سلقته مع مليحه. ضفت تقريبا تما واحد 3 ديال المعالق حتى 4 ديال الرز كبار. ضفت ليهم الربيع مقطع، يعني القزبر مقطع رقيق، حامض مصير واحد الكميه اللي قليله قطعته رقيق وضفته لهاد الخلطه. ربع ملعقه ديال الملح حيتاش اني سبق ليا ودرتها في الرز مسلوق، وكذلك الحمض المصير كيكون مالح، اذا درت غير ربع ملعقه ديال الملح تكون صغيره. 2 فصوص حتى 3 ديال الثوم، حكوهم ضيفوهم لهنايا محكوكين. السودانيه غادي ديروا راس معلقه حتى نص معلقه صغيره ديال السودانيه، راس معلقه ديال الابزار، عرق الزعفران او خرقوم بلدي، كمونه حتى هي نصف ملعقه ديال الكمون، وحبه حلاوه حتى هي اللي عندكم. انا ما درتهاش هنايا، ما كانتش عندي، ديروا فيها واحد راس ملعقه فقط. هنا خلطت مزيان هذا الشيء، كورته. الا كنتو بغيتو يعني حبيتوا انكم تضيفوا شويه ديال الحامض، هكا تعصروا واحد نصف حامضه، فلكم الاختيار. انا مادام درت الحامض مصير ما بقيش يعني باغا ندير مذاق ديال الحامض مازال. كورتهم كويرات، شوف كيفاش كيبانوا زوينين دوك الحبات ديال الرز معاهم في الداخل. هاد الوصفه يعني كنا كناكلوها ملي كنا صغار، كانت كدير لينا ماما. هذه هي الطريقه ديالها، كدير لنا هكا في مريقه. اللي بغيتو نتوما ديروها في مريقه اولا ديروها في طاجين اللي حبيتو. تبداو تستفوها في الطاجين بالطرق يكونوا يعني وحده مرتبين، ما ديروش يعني وحده فوق وحده باش ما يجي الطاجين معبج ولا شي حاجه. صافي هنايا نهاية الترتيب ديالهم في الطاجين. خديت قليل من الزيتون، هنايا بلدي مشقق، اللي بغيتو بلا عظم اولا الاحمر ديروه، اللي بغيتو على خاطركم. انا هنايا كان عندي البلدي، كيعجبني هذاك البلدي كيكون مشقق، كيجي مذاقه هائل. صافي ملي ساليت من فوقها غادي فوق شويه ديال الربيع مقطع، وواحد المزيوده ديال الفلفله حاره اذا بغيتوها، اللي بغيتو على خاطركم. انا ما درتهاش. هنايا درت عاوتاني شويه ديال الملح، كمونه، عرق الزعفران، دخلتهم بربع كاس ديال الماء وخويتهم فوق الطاجين. ضفت قليل من زيت الزيتون، غير خيوطه هكذا، وخليتها تطيب على خاطرها. هنايا صافي طاب تقريبا.
مازال هنا كيطبخ، يعني تقريبا تشرب. انا ما كنبغيش فيه يبقى فيه المرقه بزاف، اولا ما كنبغيش انايا الطواجن ديالي يكون فيهم الماء ولا نعمرهم بالماء. شوفوا كيفاش كيبان معلك، والخضيره تبارك الله طابت، فقط نقصوا عليه وخلوه يطيب على خاطرو، راه هذيك الخضر كتطلق الماء ديالها. شوفوا كيفاش كيبان معلك. هكذا البنات انا كيعجبني بحال هاد الطريقه، جربوا حتى نتوما غادي يعجبكم نفس الطريقه.